أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم مع مس شيماء. هناخد النهاردة تاني درس من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، وهو مظاهر قارة أفريقيا. هكلمكم عن الحاجات اللي أنا بشوفها في قارة أفريقيا. بشوف 3 حاجات عندي على السطح وأنا ماشية بقابلهم: الجبال والهضاب والسهول. الجبال دي دايما بتبقى القمة بتاعتها مرتفعة، الهضاب بتبقى أقل منها، والسهول بتبقى أرض مستوية. هكلمكم عن كل واحدة بالتفصيل، بس خلينا نبدأ بتاني حاجة وهي الهضاب، لأنها أكتر حاجة موجودة في أفريقيا، أكتر حاجة موجودة بشوفها عندي على أغلب سطح قارة أفريقيا. عندي 4 هضاب مهمين جدا في قارة أفريقيا. أول هضبة عندك اللي هي رقم 1 اللي هي هضبة شمال أفريقيا. دي من اسمها شمال أفريقيا، موجودة في شمال القارة، قارة أفريقيا. وديت شايف المساحة بتاعتها قد ايه، واسعة، يعني دي تاخد حيز أوسع، فدي أوسع هضبة عندي في قارة أفريقيا اللي هي هضبة شمال أفريقيا. لو أنا فوق في الهضبة دي هشوف على سطحها ايه، عليها برضو مظاهر سطح، يعني أنا بدرس مظاهر السطح وهي عليها برضو مظاهر سطح. قال لي هتشوفي عليها جبال زي جبل العوينات في مصر وليبيا والسودان، ومنخفضات زي منخفض القطارة في مصر، وعندي واحات زي واحد سيوة في مصر، واحد الجوف في ليبيا، وعندي صحاري بشوف عليها صحاري زي الصحاري الكبرى، ودي أكبر صحراء في العالم. دي كلها مظاهر سطح بشوفها وأنا واقفة على هضبة شمال أفريقيا. طيب، عندي تاني هضبة معايا وهي هضبة الحبشة، بتساوي الهضبة الأثيوبية. بيطلق عليها الهضبة الأثيوبية اللي هي مين؟ هضبة الحبشة. موجودة فين هضبة الحبشة دي؟ قال لي في شرق القارة، في شرق قارة أفريقيا. لازم تعرف لي حاجة مهمة في هضبة الحبشة، اللي هي أعلى هضبة موجودة في قارة أفريقيا اللي هي هضبة الحبشة. ودي بتبقى تربتها خصبة. قال لي ليه؟ ايه السبب اللي التربة بتاعتها خصبة؟ قال لي بسبب الطفوح البركانية. لما البركان بيحصل بيجيب معاه مواد منصهرة من باطن الأرض، بتكون التربة لما تبرد بقى المواد ديت بتفيد جدا التربة، تخليها عندي تربة خصبة. طيب، ده بنسميه كمان بنسمي الهضبة بتاعت الحبشة ديت المنبع الموسمي لنهر النيل. نهر النيل بيجي عندي من الهضبة ديت. المنبع الموسمي يعني ايه؟ من الموسمي كده يبقى اكيد ايه، في حاجة بتحصل في فصل واحد. الموسمي قال لي هو المطر بيسقط فيها في فصل الصيف، اللي هي هضبة الحبشة المطر بيسقط فيها في فصل الصيف. ف ده بنسميه منبع موسمي لنهر النيل، لان نهر النيل بقى بياخد المية بتاعته منها في فصل الصيف. من مين؟ من هضبة الحبشة اللي هي الهضبة الأثيوبية، لان المطر بيسقط فيها في فصل الصيف. وقامت برضو في الهضبة ديت الحضارة القديمة لأثيوبيا، قيام الحضارة القديمة لأثيوبيا. طيب، عندي بعد كده هضبة البحيرات الاستوائية اللي هي رقم 3. الهضبة ديت موجودة فين؟ قال لي في وسط القارة، قارة أفريقيا. ودي بسميها المنبع الدائم لنهر النيل. يبقى أنا كده عندي منبعين: منبع موسمي موجود في هضبة الحبشة، المنبع الدائم اللي شغال طول السنة في هضبة البحيرات الاستوائية. ليه لما يجيلي سؤال تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل؟ لأن أمطارها تسقط طول العام، فبالتالي نهر النيل بينقل لنا المية منها طوال السنة، فبنسميها منبع دائم لنهر النيل لأن أمطارها بتسقط طوال العام. طيب، عليها ايه مظاهر سطح ممكن اشوفها هضبة البحيرات الاستوائية؟ من اسمها كده بحيرات، يبقى اكيد فيها بحيرة. اشهر بحيرة واكبرها بحيرة فيكتوريا، اسمها فيكتوريا، بحيرة عذبة المية بتتجمع فيها ونهر النيل بياخدها من هناك. وعندي كمان جبال بركانية، سميت ذلك ليه؟ لأن كونتها البراكين. دي ال3 هضاب لغاية دلوقتي. آخر هضبة معانا هي الهضبة الجنوبية، من اسمها كده هضبة جنوبية موجودة في جنوب قارة أفريقيا. فيها حاجة مهمة جدا، بيمر بيها الأخدود الإفريقي العظيم. الأخدود الإفريقي العظيم بيبقى خط كده طالع، هرسمه لكم اهو، حاضر ثانية. الخط اللي طالع من تحت او من الجنوب للشمال بيمر في الجزء الشرقي اللي عليه علامة أسهم كده، ده من تحت اهو، من تحت من عند الهضبة الجنوبية اللي طالع لفوق لحد البحر الأحمر.
بيمر في 3 حاجات: البحر الأحمر وخليج عدن وخليج العقبة. ده مين ده؟ الأخدود الإفريقي العظيم. ده بيبقى شق كبير في الأرض. طب أنا لما أجي أعرف أقول شق كبير قال لي لأ، هتقول مجموعة من الانكسارات الطولية من الجنوب من تحت أو من الجنوب للشمال فوق، في موجود فين؟ في شق قارة أفريقيا. ده الأربع حيطان مهمين أهو مات عندك. هندخل على تاني حاجة معانا وهي الجبال عندي اللي بشوفها في قارة أفريقيا قال لي منقسمة ل3 أقسام: جبال التوائية وانكسارية وبركانية. طب قبل ما اقسمهم للاقسام دي، ايه الجبال الموجوده؟ قال لي ممكن تشوفي جبال اطلس، جبال البحر الاحمر، جبال كينيا، جبل كليمنجارو، جبال دراكنزبرج، جبال الكاب. طيب الجبال دي كلها انا ايش عرفني لانه التوائيه ولا انكساريه ولا بركانيه؟ انا هقسمها لكم 3 اقسام. الجبال الالتوائيه يعني ايه التواء؟ قال لي حركات باطنيه موجوده في باطن الارض. قال لي زي مين؟ قال لي جبال اطلس وجبال مين؟ جبال اطلس وجبال مين؟ ها رد معايا. وجبال مين؟ الكاب. جبال اطلس فوق اهي وجبال الكاب تحت، دي بتنضم للجبال الالتوائيه. جبال انكساريه زي مين؟ قال لي جبال البحر الاحمر فوق اهي، فوق جبال البحر الاحمر اهي، دي جبال انكساريه حدثت نتيجه انكسار موجود في القشره الارضيه. جبال بركانيه، الجبال البركانيه ديت اللي كونتها الثورات البركانيه زي مين؟ قال لي جبل كينيا وكليمنجارو ودراكنزبرج اهو، وكينيا وكليمنجارو. ديت الجبال اللي انا ممكن اشوفها. هاخد كل واحده بالتفصيل ما عدا جبال الكاب اللي موجوده عندي تحت، هي موجوده بس في الجنوب تحت في جنوب قاره افريقيا. جبال اطلس اللي فوق دي موجوده فين؟ فوق اهي، يبقى موجوده فين؟ الف شمال غرب، موجوده في شمال غرب قاره افريقيا. بتتواجد في جنوب المغرب لحد تونس، يعني بتمر ب3 دول: تونس والمغرب والجزائر. بجبال أطلس موجودة في شمال غرب أفريقيا. بتنقسم من اسمها كده جبال مش جبل، يعني مجموعة جبال متصلة. في جبال موجودة فوق وجبال موجودة تحت، بيفصلهم هضبة الشطوط. الهضبة دي موجودة في الجزائر. يبقى الجبال اللي موجودة فوق هضبة الشطوط مين؟ جبال أطلس التل. الجبال اللي موجودة تحتها جبال أطلس الصحراء، ما بينهم هضبة الشطوط اللي موجودة في الجزائر. طيب دي الجبال اللي أنا ممكن أشوفها وأعرفها لجبال أطلس. أعلى قمة بقى في جبال أطلس، أنا مش بقولك في أفريقيا، جبال أطلس نفسها أعلى قمة فيها مين؟ قال لي جبال طوبقال موجود فين؟ قال لي موجود في المغرب. جبل طوبقال في المغرب. ده كل ما يخص جبال أطلس. طيب ندخل على بعد كده جبال البحر الأحمر، من اسمها برضو جبال البحر الأحمر. ديت مجموعة جبال متصلة موجودة فين؟ في شرق قارة أفريقيا. طيب جبال البحر الأحمر دي ممكن أشوفها فين؟ قال لي في مصر والسودان وإريتريا. أعلى قمة في جبال البحر الأحمر مين؟ قال لي شايب البنات، وده موجود في مصر. وعارفين طبعا اللي جبال البحر الأحمر دي بيمر بيها أو جزء من الأخدود الإفريقي العظيم اللي في الهضبة الجنوبية، احنا لسه درسناها في الهضاب. طيب هندخل بعد كده على جبل كينيا وكليمنجارو. جبل بصيغة المفرد، جبل كينيا وكليمنجارو، جبل واحد بس، اللي فاتوا كانوا جبال. ده جبل ودول أعلى قمة جبلية في أفريقيا، فبيتواجد فوق على القمة بتاعته جليد، لأن احنا كل ما ارتفعنا عن الأرض بتقل درجة الحرارة بتنخفض فيتكون جليد. لما يجيلك سؤال بما تفسر تكون الجليد فوق قمم جبل كينيا وكليمنجارو لأنهم أعلى قمة جبلية في أفريقيا. جبال دراكنزبرج اللي هي تحت دي موجودة فين؟ قال لي في جنوب قارة أفريقيا. طب لما يجيلك سؤال الأهمية الاقتصادية لجبال قارة أفريقيا، قال لي ليها أهمية اقتصادية بالنسبة للسياحة، تدعم الأنشطة الاقتصادية، الأنشطة العامة تؤثر على السياحة والتعدين والصناعة. السياحة بتعمل لي إيه في السياحة؟ قال لي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح، بيمارسوا فيها رياضة التسلق وغيرها.
يبقى مناظر طبيعية خلابة. وبالنسبة للمعادن والتعدين، فيها معادن زي الحديد والذهب والفضة والفوسفات والنحاس. ندخل بعد كده على آخر حاجة معانا موجودة، هي السهول. السهول دي بتبقى دايما أرض مستوية، بتنقسم أنا ممكن أشوف السهول دي في 3 نماذج: سهول فيضية، سهول صحراوية، سهول ساحلية. السهول الفيضية دي بتبقى أرض مستوية جنب الأنهار اللي كونتها الأنهار. طيب السهول الفيضية اللي كونتها الأنهار دي ممكن أشوفها فين؟ قال لي زي نهر النيل، ونهر النيل اللي هو عليه علامة أهو دايرة، ونهر النيجر ونهر الكونغو. دي السهول الفيضية اللي ممكن أشوفها في ال3 أنهار دول. الأنهار دي اللي كونت لي السهول دي. زي سهول مين؟ قال لي نهر النيل في مصر والسودان. لما يجيلك سؤال خصوبة تربة نهر النيل في مصر والسودان، هقول لأنها تكون من الطمي الذي نقله نهر النيل من فين؟ قال لي من هضبة الحبشة. هضبة الحبشة عرفنا اللي أمطارها بتسقط في فصل الصيف، فبتجلب معاها الطين ده بيخلي التربة خصبة. ده بالنسبة للسهول الفيضية. السهول الصحراوية أنا مش هدرسها. السهول الساحلية هننتقل لآخر جزء معانا، هو السهول الساحلية. السهول الساحلية ديت في منها الواسع ومنها الضيق. طب يختلف اتساع السهول الساحلية من منطقة لأخرى ليه؟ بسبب القرب أو البعد عن المرتفعات. يعني لو أنا بعيد عن الجبال السهول هتبقى واسعة، قريبة من الجبال أو أي مرتفعات هتبقى السهول ضيقة. عندي زي سهول مين؟ قال لي سهول البحر المتوسط فوق، في الواسع وفي الضيق. الواسع موجود فين؟ قال لي في شمال أفريقيا. طيب الضيق موجود فين؟ قال لي في بلاد المغرب العربي. طيب سهول البحر الأحمر، طبعا دي معروفة لسهولة ضيقة بسبب وجود جبال البحر الأحمر، دي موجودة في شرق أفريقيا سهول البحر الأحمر. طيب سهول المحيط الأطلنطي اللي هو هنا ده، سهوله هتبقى أكيد واسعة لأن مفيش جبال، موجود في غرب القارة. سهول المحيط الهندي في منه الواسع والضيق. الواسع موجود في دولة تنزانيا، والضيق موجود في جبل كينيا. شايفين كينيا وكليمنجارو، لوجود جبل كينيا وكليمنجارو والبحيرات الاستوائية والبحيرات الاستوائية. كل ده أدى إلى اللي هو بيضيق لي سهول المحيط الهندي. في جزر برضو موجودة في قارة أفريقيا. الجزر دي موجودة زي جزيرة مدغشقر وجزر القمر، دي جنب القارة بالظبط. موجودة فين؟ الاتنين دول موجودين في المحيط الهندي. طيب جزيرة مدغشقر بيفصلها جزيرة مدغشقر دي تعتبر أكبر جزر قارة أفريقيا. في ما بينهم هنا مضيق موزمبيق، ده اللي بيفصلها عن قارة أفريقيا، موجود في الساحل الشرقي للقارة اللي هو مضيق موزمبيق. جزر القمر دي موجودة بيفصلها عن جزيرة مدغشقر، موجودة أصلي في شمال غرب مدغشقر. جزر القمر في شمال غرب فوق شمال غرب مدغشقر، يبقى مدغشقر أكبر الجزر. مضيق موزمبيق بيقع على الساحل الشرقي لأفريقيا. الدول الأفريقية اللي هي حق تستغل كل ده الموارد المائية اللي عندها دي، فبيطلق عليها الاقتصاد الأزرق. عشان يعملوا بالاقتصاد الأزرق ده؟ تنمية مستدامة مستمرة، يقضوا على الفقر ويحققوا اكتفاء ذاتي. ده كان درسنا النهاردة، أرجو تكونوا استفدتوا وشكرا.